عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني، وبنعتذر عن الحلقة اللي فاتت عشان كنت تعبانة شوية. وإن شاء الله النهاردة المنيو بتاع النهاردة معانا كباب حلة ورز أبيض وخضار سوتيه. يا رب الأكلات دي تعجبكم النهاردة. توكلنا على الله. معانا هنا الحلة، نحط فيها زيت، شوية زيت. بنزل معايا المقادير الاول. كيلو لحمه، كيلو بصل، يعني كيلو اللحمه ليه كيلو بصل مفروم، وعليه ربع كيلو دهنه. طبعا الدهنه اللي احنا نسيناها ما عدناش بنطبخ بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بيها كده، نديها صدمه هي شوح اللحمه شويه، الدهنه شويه. معايا هنا عشان الوقت بتاعنا انا قلت اشتغل في الخضار السوتيه. معايا هنا حطيت ميه وفيها مكعبات وبهارات، ورقتين لوري وفصين توم، وبديها غلوتين. الخضار السوتيه ما بياخدش، يعني لازم يكون فيه قرشه. هنا معايا الدهنه اهي بشوحها. معروف المقادير بتاعتك تبقى معروفه. الكيلو اللحمه ليه كيلو بصل مفروم وليه ربع كيلو دهنه، لازم دول مع بعض. من غير الدهنه دي بقى طبعا الكباب الحله بتاعك مش هيبقى ليه طعم. يعني هيبقى حلو وكل حاجه، بس مش النكهه اللي هي يعني كده. احنا معانا هنا الخضار السوتيه. معاك الخضار، ربع كوسه وربع جزر وربع بطاطس، ويعني لو حابه تضيفي بسله براحتك. الخضار ده طبعا ايه على حسب الانواع اللي بتحبيها. مقادير الخضار السوتيه: معانا ربع كوسه، معانا ربع بطاطس، ربع جزر، فصين توم، البهارات: جوز الطيب، توم باودر، كزبره، ملح، زعتر. البهارات اللي انت هتستعمليها في الكباب الحله هي اللي هتستعمليها في الخضار السوتيه. ليه بقى؟ لان انا الشوربه بتاعه الخضار ما برميهاش، بستعملها في الرز. ننزل بقى باللحمه على الدهنه كده عشان نديها صدمه. بسم الله. لازم اللحمه تاخد صدمه قبل ما تنزلي بالبصل، عشان المسام بتاعها لما يقفل ما ينزليش الجوس اللي فيها اللي هو العصير، والفيتامينات وكل اللي فيها تفضل محتفظه بمحتوياتها. هنبص على الخضار كده، لان انا لازم الخضار بتاعك تسيبيه فيه قرشه، يعني ما يبقاش مستوي على الاخر. احنا هنا ممكن نختبر. بسم الله. اختبرنا الجزر والكوسه، يعني ايه 5 دقايق بالكتير وتنزلي حاجتك. نقلب اللحمه. بحب اخلص الساعه دي بنطلع فيها 50 اوردر. حاضر. عينيا، من عينيا الاتنين. الشوربه بتاعت الخضار السوتيه، الناس طبعا بتصفي الخضار وترميها، طبعا دوت غلط. هي دي كل الفيتامينات اللي في الخضار، عشان كده انا مش حابه ارميها. عشان كده هشرب الرز منها. ه- هشرب الرز منها عشان يبقى انا ضمنت الفيتامينات بتاعت الخضار بتاعتي ما وقعتش في الارض، دخلتها استفدت بيها في وجبه تانية او في طبق تاني. بنقلب اللحمه كده عشان اضمن ان هي خدت ان اللحمه كلها خدت الصدمه.